السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. قبل كم يوم من مدة قصيرة كذا تكلمت عن المدعو صابر مشهور، ووضحت للناس من خلال الموضوع اللي كان عن مساعدات السعودية لتركيا أن الآدمي هذا يمارس الكذب والتدليس مع سبق الإصرار والترصد، وأن الآدمي هذا عنده درجة متقدمة من الغباء، عنده غباء مركب، عنده غباء معقد. وهذا يمارس الكذب والتدليس على متابعينه استغلالا لهم علشان يجني أرباح اليوتيوب من خلال مشاهداتهم كل آخر شهر اللي تنزل في تاريخ 21 من كل شهر. يعني أمس استلم تدليس شهر كامل من 21 الشهر الماضي إلى 21 الشهر هذا، تدليس وكذب، واستلم أرباحها تقريبا أمس أو اليوم. وهذا ترى هو السبب. لاحظ صابر مشهور واللي مثله، ادخل على قنواتهم ولاحظ، تلقى آخر مقطع قبل 6 ساعات، المقطع اللي قبله قبل 10 ساعات، المقطع اللي قبله قبل 18 ساعة، بين كل حلقة وحلقة ينزلون حلقة. أرباح طائلة، أرباح طائلة، يدور سبب ينزل بحلقة. وبعضهم علشان يجد سبب ويطلع من يعني قولة أزعجتنا، صار يقسم قناته إلى برامج بس علشان ينزل أكثر حلقات، وكأنه هو فعلا فاضي لليوتيوب، ما عنده في يومه شيء يعمله إلا يقابل الكاميرا ويسجل 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 بس علشان يجني الأرباح تاريخ 21 من كل شهر. وأنا ما عندي مشكلة أنه يجني أرباح، الله يزيده ويبارك له إذا كانت بالحلال، وإذا كانت ما هي على حساب تفرقة المسلمين وزرع الفتن فيما بينهم. على العموم، صابر مشهور نزل حلقة أمس، البارح منزل حلقة أرسلها لي واحد من المتابعين على الخاص، أبيكم تشوفون مدى الكذب والتدليس والدجل اللي مارسه. يعني أنا متأكد وعارف أن البني آدم هذا غبي، ولكن ما تخيلت أن الغباء اللي عنده مطور إلى درجة أنه يعتقد أن حتى الناس أغبياء مثله. يتكلم عن كلمة ألقاها سمو الأمير تركي الفيصل في اللقاء العلاقات الأمريكية العربية، لقاء عن بعد يتحدث ويتناول العلاقات العربية الأمريكية. وبما أن أمريكا الآن والعالم يمر بفترة الانتخابات اللي تعرفونها، فالأمير تركي الفيصل تحدث عن كذا موضوع مخاطبا أعضاء الكونغرس الأمريكي، وتحدث بالتحديد النقطة اللي كانت مهمة عن حقوق الإنسان في السعودية وفي أمريكا. لاحظ، في السعودية وفي أمريكا. جايب مقطع فيديو مجتزأ ومقصوص ومركب على بعضه من كلمة ألقاها الأمير تركي الفيصل لأعضاء الكونغرس الأمريكي. ما راح تركي الفيصل من الباب للطاقة وقال تعالوا أرجوكم أبغى أقول لكم كلمة يا أعضاء الكونغرس الأمريكي، لا، هو مؤتمر يعقد سنويا لدراسة العلاقات العربية والأمريكية. وبما أنه أتى هذه المرة مع مناسبة الانتخابات الأمريكية، فالأمير تركي الفيصل تحدث عن ما يعني يتم تداوله من الأخبار عن العلاقات بين المملكة وبين أمريكا، وعن ملف حقوق الإنسان في السعودية، وعن ملف حقوق الإنسان في أمريكا على التوازي. تحدث عن الملفين بكل شفافية. وهالحين نشوف صابر مشهور اجتزأ مقطع الفيديو اللي تكلم به عن ملف حقوق الإنسان في أمريكا، وجاب كلام الأمير. صابر مشهور راح جاب كلام الأمير تركي في الجانب اللي يخص ملف حقوق الإنسان في السعودية فقط، وتعامى عمدا عن ملف حقوق الإنسان في أمريكا اللي تكلم عنه الأمير تركي الفيصل، وتحدث عن اضطهاد السود وعما تفعل الشرطة الأمريكية مع السود في السنوات الأخيرة، والعنصرية اللي اضطرت الناس للخروج للشوارع. فلا تجلسون تنظرون علينا بحقوق الإنسان وانتم ملف حقوق الإنسان عندكم بهذا الشكل. هذا اللي قاله الأمير تركي الفيصل. لكن صابر مشهور اقتص بس الجزء اللي تكلم به عن ملف حقوق الإنسان في السعودية، وكأنه يحاول يظهر الأمير أنه يستجدي أو بموقف ضعيف. ومع ذلك كان كلام الأمير اللي جابه صابر ما فيه ولا شيء. الأمير تركي الفيصل قال فعلا في السعودية ملف حقوق الإنسان يحتاج المزيد من العمل، ونحن نعمل على ذلك. في شيء الكلام هذا ما فيه ولا شيء. وقال أيضا، وقال الأمير تركي أننا مكنا للمرأة
أشياء ما كانت تتمكن منها سابقا، وأعطيناها المزيد من حقوقها. وهذا شيء حقيقي، هذا شيء على أرض الواقع ملموس، وهذا فعلا شيء فخورين فيه، حنا فخورين فيه، شيء فعلا نعتز فيه. هذه بديهيات للمرأة المفروض. صابر مشهور خلى كلام الأمير أننا جردنا المرأة السعودية من حيائها ومن حجابها، وخليناها ترقص وتهز في الشوارع، وخليناها بدون حياء وبدون أدب وبدون. شوف بالله عليك، لا حياء من الله ولا حياء من الناس، ولا احتراما لنفسه، ولا احتراما للسعوديين اللي يسمعونه، ولا احتراما للإسلام اللي هو ينادي فيه الليل والنهار. يقول على لسان الأمير تركي الفيصل شيء ما قاله الأمير تركي الفيصل ولا يقصده الأمير تركي الفيصل. والله العظيم إني أتعجب من مثل هذا. أنتم تعرفون الملك فيصل رحمة الله عليه، الملك فيصل اللي استشهد رحمة الله عليه وله مع القضية الفلسطينية ومع قضايا المسلمين المواقف المشهورة والمعروفة عند كل المسلمين، وله بحاجة لتزكية من أحد مواقفه تشهد له. صابر مشهور بلغت فيه الوقاحة وقلة الأدب وقلة الحياء وقلة الخوف من الله إلى التطاول على الملك فيصل رحمة الله عليه، وإلى التشكيك في مواقفه وتسميتها بالفناكيش والكذب. والله ما سمعت أحد يشكك في مواقف الملك فيصل إلا اثنين: صابر مشهور، والشخص اللي تعلم منه صابر مشهور من مقاطعه، هذا واضح، اللي هو محمد المسعري. ومحمد المسعري معروف رجل غير سوي أساسا، لا نفسيا ولا فكريا، ورجل فتنة تمشي على الأرض، رجل يكذب كما يتنفس. والله ما مر علي باطلاعي المتواضع على المستوى الشخصي إلا الاثنين هذولا يشككون بتاريخ ومواقف الملك فيصل رحمة الله عليه. والاثنين هذولا أقل بكثير عار أصلا وعيب، ولا يجوز أن الملك فيصل يوضع للتقييم من هالأشكال، بل من اللي أشرف منهم حتى. هؤلاء أقل بكثير من أنهم يقيمون وينتقدون مواقف ملك تشهد له يعني مواقفه ويشهد له تاريخه. وواضح أن صابر مشهور أصلا من كثر ما بحث عن ضد المملكة العربية السعودية وحاول أنه يعرف كثير عن تاريخها وعن الحركات اللي ممكن تسمى معارضة للمملكة العربية السعودية، طاح على أستاذه اللي صار يرضع من در أفكاره اللي هو محمد المسعري، وتعلم هالكلمتين اللي هو جاء قالهن اليوم. أنت يا صابر مشهور واللي مثلك كان باقي تكة واحدة بس، كان باقي تكة يا صابر مشهور، أنت واللي مثلك وتصلون على أردوغان وتسلمون عليه تسليما، أنه قال للمكرون افحص قواك العقلية يا مجنون، بس هذا اللي قاله. والسفير مداوم في أنقرة الفرنسي والسفير مداوم في باريس التركي، ما عمل ولا موقف على أرض الواقع، كلام في الهواء فقط، وخليتوه الفاروق اللي فرق الله به بين الحق والباطل. اتق الله، اتق الله، أنت أتفه بكثير من أنك يعني تؤثر على المملكة أو على عقليات أبنائها، ولكن اتق الله باللي أنت قاعد تقدمه وراح تلقاه أمامك بيوم من الأيام. الملك فيصل اللي كان يبكي على المنابر ويسأل الله الشهادة في سبيل تحرير المسجد الأقصى، وقطع البترول فعليا عن أمريكا وعن أوروبا لما كان العرب يحاربون إسرائيل، ويطالب أمريكا بوقف الامدادات لإسرائيل حتى يعيد البترول. هذا جحدته وأنكرته، ما تخاف من الله. الناس مقامات يا تافه، ولكن هذه معاني اللي مثلك ما ارتقى لها ولا تعلمها ولا تنشأ عليها. الناس مقامات، النبي عليه الصلاة والسلام كرام الجاهلية كرمهم النبي عليه الصلاة والسلام وعاملهم بإكرام. الناس مقامات يا تافه، تتكلم عن أمراء وعن ملوك. ترى الناس اللي جعلت من هؤلاء أمراء وملوك مهم بدون عقل وانت اللي عندك عقل، مهم تافهين وانت المهم، مهم ناس هذولا بدون عقل ولا فكر وجهلة وانت اللي تفهم لحالك. ولكن لأنك ما تحترم نفسك ولا تحترم الناس اللي جعلت لهؤلاء مكانة اجتماعية ولا تحترم المكانة الاجتماعية اللي هم فيها، منين تتعلم الأشياء هذه؟ منين يا صابر؟ علمني منين تبغى تتعلمها؟ من البيئة اللي انت طلعت منها، ولا من التعليم اللي انت تعلمته، ولا من المستوى الأخلاقي اللي انت وصلت إليه يا صابر؟ أكيد أشياء هذه عندك طلاسم ما تفقه فيها شيء.
إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الكفار المشركين اللي كان لهم قيمة واحترام ومكانة اجتماعية في الجاهلية بمكانتهم الاجتماعية بعد ما أتى الإسلام، إلا من أصر منهم على عداوة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام عامله بما يستحق. أما من بادل النبي عليه الصلاة والسلام الاحترام وبادل النبي عليه الصلاة والسلام القبول ودخل في الإسلام، فبقيت له قيمته واحترامه لأنه كان مطاع في قومه وكان محترم في قومه وله مكانة اجتماعية. ولنا عبرة في قصة عيينة بن حصن عندما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام هذا أحمق مطاع في قومه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحلم عليه ويتألف قلبه لأنه مطاع في قومه وله مكانة اجتماعية مع أنه أحمق. على كل هذه طلاسم لا يفقهها لا صابر مشهور ولا اللي مثل عقل صابر مشهور. هذه أشياء ما لها منفذ على عقله أساسا، منين راح يتعلمها؟ كل إناء بما فيه ينضح. خلوني أوريكم مقطع الفيديو اللي صابر مشهور دلس وكذب فيه بكل براعة. لكن لاحظوا في بداية المقطع صابر مشهور فتح موقع القدس العربية علشان يشغل مقطع الفيديو ونسي يخفي الخبر المكتوب. خلونا نشوفه. سلمان وأحذيتكم فوق رؤوسنا ونرجوكم ونتوسل لكم تعالوا نتناول فيها. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها بالفيديو الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات السعودية الأسبق يتوسل لأعضاء الكونغرس الأمريكي لا تخلعوا ولي العهد محمد بن سلمان لا تخلعوا ولي العهد محمد بن سلمان والملك سلمان وأحذيتكم فوق رؤوسنا ونرجوكم ونتوسل لكم تعالوا زورونا في السعودية أحذيتكم فوق رؤوسنا وتعالوا شاهدوا بأنفسكم كيف نحن بنجعل شوف قلة الأدب المسلمات في بلاد الحرمين الشريفين يخلعن الحجاب ويرقصن يتكلم عن بناتنا. تعالوا نشاهد هذا بالفيديو. بداية هنا في صحيفة القدس العربي تحت عنوان تركي الفيصل يوجه رسالة لجو بايدن عن حقوق الإنسان في السعودية وأمريكا. لاحظ هنا لاحظ الخبر المكتوب، نسي يشيله صابر طبعا. لاحظ الخبر المكتوب وش يقول لك. يقول لك الخبر اللي صابر يبغى يشغل المقطع الفيديو منه يوضح لك الأشياء اللي قصها صابر مشهور من المقطع. اسمع وهذا هو للي يبغى يتأكد من اللي أنا قاعد أقرأه. واضح أعتقد. يقول لك من صحيفة القدس العربي اللي لا تطيق السعودية ولا تحب السعودية. شوف شو يقول لك الخبر. وجه الأمير تركي الفيصل السفير السعودي السابق لدى واشنطن رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بشأن حقوق الإنسان في السعودية والولايات المتحدة، كما حذره من تكرار أخطاء الماضي مع إيران. وأكد الفيصل في مؤتمر المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية على العلاقات القوية والتاريخية بين السعودية والولايات المتحدة، قائلا أن العلاقات التي يبلغ عمرها 75 عاما أكبر من الشخصيات التي قامت ببنائها واستثمرت فيها لصالح الدولتين. ما قال والله أحذيتكم على رؤوسنا والله يخليكم لا تشيلون الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان. اسمع خلينا نكمل المقطع. أبو الملك فيصل اللي هو عمل قطع البترول والكلام. اسمع قلة الأدب مع الملك فيصل رحمه الله عليه. المهم هو رئيس المخابرات السعودية السابق وهو ابن الملك فيصل، أبو الملك فيصل اللي هو عمل قطع البترول والكلام الفنكوش اللي هو عمله هذا. المهم في مؤتمر اسمه مؤتمر المجلس الوطني. لاحظ ما قرأ الخبر أبدا، تحدث في هذا الكلام. هنا هذا هو المؤتمر يا جماعة. المؤتمر مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي عاملين مؤتمر بالسكايب طبعا عشان كورونا، وهذا عنوان المؤتمر. اللي يكتبوا على اليوتيوب منكم هيجد كل المؤتمر كله من أوله لآخره. فتركي الفيصل هذا هو تركي الفيصل اهوت رئيس المخابرات السعودية الأسبق راح ألقى عليهم كلمة أو رسالة مناشدة لجو بايدن ولأعضاء الكونجرس يعني لا تخلعوا الملك سلمان. الحين نسمع الأمير وهو يستجديهم ولي عهده. تعالوا نشاهد ماذا. اسمع كلام الأمير وهو يقول حذاءكم على رؤوسنا والله يخليكم لا تشيلون الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان. اسمع نفس الكلام اللي أنا قرأته عليه. هذا اللي قاله الأمير. that will do harm to this relationship. They should visit the kingdom and see for themselves
the progress we made on all the issues of concern, whether it is the rights of women, the fight against extremism, or any other issues. As far as human rights are concerned, we admit that we have issues to improve, and we're working on that. But our hearts and our doors are open for you. Please come and see us. Thank you very much. هنا تركي الفيصل يقول لأعضاء الكونغرس الأمريكي وللرئيس جو بايدن يكذب على لسانه. نحن اعتنقنا دينكم. أحد سمع هالكلام من الأمير تركي؟ تريدون أن تكون المرأة سافرة؟ أحد سمع؟ أسألكم بالله، سمعتوا الأمير قال الكلام هذا؟ قال نحن اعتنقنا دينكم، أحذيتكم على رؤوسنا، الله يخليكم لا تشيلون الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان. اسمع قلة الأدب الآن وهو يتكلم عن بنات السعودية، عن بناتنا، كذب وتدليس وقلة أدب وقلة حياة. اسمع. ماذا تريدون أن تكون المرأة سافرة ولا ترتدي حجابا. سألتكم بالله قالها الأمير. المرأة تسير تكشف مفاتنها وتسير شبه عارية. قالها الأمير. نحن فعلنا ذلك. قال الأمير هذا. تريدون أن المرأة يقوم من حقها أو الرجل والمرأة يمارسان الزنا والفاحشة. نحن فعلنا ذلك. شوف. تريدون ألا يجري تطبيق الشريعة الإسلامية، ألغينا الشريعة الإسلامية. كأننا ما شفنا الفيديو. تريدون عدم تحفيظ القرآن الكريم. شوف. فعلنا ذلك. بقول له بقى باقي الأجندة اصبروا علينا. سمعتوه قالها الأمير. الأجندة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فاضل الشواذ، فبقول له يعني ما نقدرش نقول للرجالة في السعودية لابد تكون. اسمع، ما كأننا سمعنا الفيديو، ما كأنه هو اللي شغل لنا الفيديو. لأنه ما باقي الأجندة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فاضل الشواذ، فبقول له يعني ما نقدرش نقول للرجالة في السعودية لابد تكونوا شواذ الآن. تفضل. ولكن في الواقع المخابرات السعودية لها نشاط كبير جدا في هذا الأمر. عرف من مصادر خاصة. لأن هي عندها المخابرات السعودية خلال السنوات الماضية كانت بتشجع حاجة اسمه أدب اللواط. تخيل. ويجري في شعراء ده بتمويل من المخابرات السعودية بتدفع لهم المال. أنا من بنغلاديش. أن يقولوا أبيات شعرية في إذا الكلام هذا يصير في السعودية. أنا من بنغلاديش. وهذا في بلاد الحرمين الشريفين. فأنا أعتقد أن كثير من أمراء آل سعود هم لواطيين. شوف الكلب. اسمع الكلب. أسألكم بالله، هذا مرة واحدة بقى فيه فريق هذه أخلاق قدم نسائي. هذا الخبر تعالى هنا مثلا ما هي قصة أول دوري نسائي بالسعودية. طبعا هذه الصورة. سألتكم بالله يا ناس، سمعتوا الكلام اللي قاله صابر مشهور من الأمير؟ ولا أنا جالس أتبلع على صابر مشهور؟ أنا جالس أتجنى على صابر مشهور؟ أنا جالس أكذب على صابر مشهور؟ يا ناس يقول أكثر أمراء آل سعود لوطيين. استغفر الله العلي العظيم. أولا يا جاهل، يا جاهل، يا متخلف، يا مبحر في علوم الدين والشريعة. ما في شيء اسمه لوطيين، في شيء اسمه يقومون بعمل قوم لوط. انسب العمل لقوم لوط، لا تنسب العمل للوط عليه السلام. ثانيا واضح انك بعد هالأدب وهالأخلاق هذه انك والله لا عرفت أمراء ولا عرفت ناس محترمة في المجتمع ولا عرفت ناس حتى لها ربع قيمة في المجتمع، ولكنك عايش في خيالك القذر وفي أفكارك المنحطة والمنحرفة. أمراء آل سعود يشرفونك ويشرفون اللي جاء. يعني يا متخلف، يا متخلف، عدد أمراء آل سعود يتجاوز 100,000 مسلم، يتجاوزون 100,000 مسلم، 100,000 يتجاوزونها بسهولة. جعلتهم أكثرهم يقومون بعمل قوم لوط. أنت ما تخاف من الله؟ أنت ما تخاف من الله؟ عايش في خيالك المريض المتخلف وأنت ما تدري أن أمراء آل سعود يشرفونك ويشرفون البيئة اللي تعيش فيها والبيئة اللي طلعت منها. تتكلم عن ناس لهم قيمة في المجتمع، عن ناس بنوا دولة وخدموا أمة، وناس لهم تاريخ، وناس لهم حاضر، وناس لهم قيمة في الحاضر والمستقبل. تجي أنت تتكلم عنهم بالأسلوب هذا بعمل قوم لوط يا صابر؟ لا إله إلا الله. إذا كان يهمك موضوع عمل قوم لوط، إذا كنت رجل فعلا في قلبك ذرة من الغيرة على قيم ومبادئ الإسلام، إذا كان أبوك جاب رجل يا صابر عمل قوم لوط مشرعا وفق القانون عندك في تركيا، والله الذي لا إله إلا هو يعلم الله وحده إنك ما تقدر تقول بوم الواحد ممن يفعلون عمل قوم لوط في تركيا، ولا تستطيع. شوف، ما باقي إلا تنزل حلقات عن السعوديين كيف يلبسون الحذاء ويخلعون الحذاء، بس
بينما والله ما تقدر تشير إشارة فقط في حلقة من حلقاتك أن هذا لا يرضي الله ولا منهج رسوله عليه الصلاة والسلام اللي يجري في تركيا، اللي مشرعا وفق القانون عمل قوم لوط. يطلعون في ميدان تقسيم مظاهرات سنوية في اليوم المخصص لهم. والله يا صابر إنك تدري، ومثل ما أدري أنا، إنك ما تقدر تقول لهم الواحد منهم جاي يتعلم السعوديين القيم والأخلاق. فعلا ما أقول أكثر من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله ما يتجرأ واحد، لا أمير من آل سعود ولا أقل من هذا ولا أعلى من هذا، أنه يطلع بشعار واحد من شعارات قوم لوط اللي تطلع في ميدان تقسيم عندك في اسطنبول. والله ما يتجرأ واحد أنه يطلع بها بالشارع في السعودية يا صابر. والله يا صابر الخمارات اللي عندك في تركيا أقسم بالله ما يتجرأ واحد يرفع ولا كاسة وحدة في السعودية ويشربها قدام الناس. أقسم بالله أن شارب الخمر في السعودية، وادخل على كل اسأل أي سعودي، اسأل أي واحد عاش في السعودية، أن من يلقى القبض عليه شارب للخمر طبعا ممنوع تداولها واستيرادها أو صناعتها أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال، أو بيعها أو شرائها، ممنوعة تماما في السعودية، لا فنادق 5 نجوم ولا غيره. ومن يلقى القبض عليه شارب للخمر في السعودية يصدر في حقه صك شرعي بإقامة الحد الشرعي عليه وجلده 100 جلدة. اسأل أي واحد عاش في السعودية عن الكلام هذا. لا يمكن أن تزال من ملفه وتبقى سابقة ووصمة عار في ملفه إلى أبد الآبدين أن هذا شارب الخمر وأقيم عليه الحد الشرعي وجلد 100 جلدة وفق الحد الشرعي لأنه شارب خمر. أما من يلقى القبض عليه يصنعها في مكانه الخاص الخمر المحلية، فهذا إذا كانت المرة الأولى 5 سنوات سجن، فصل من وظيفته، خراب بيته، ونهاية مستقبله، نهاية مستقبله أبد الآبدين. أما إذا كانت المرة الثانية فعقابه وخيم، وإذا كان عسكري يجازى أشد من هذا، وإذا كان معلم أو تربوي يجازى أشد من هذا، ويجلس بالبيت عند خواته بدون وظيفة. أما تقول إن السعودية منعت تحفيظ القرآن، فيكون في معلومك يا جاهل يا متخلف، بإمكانك تبحث في جوجل، بإمكانك تسأل أي واحد يعيش في السعودية. السعودية لا تعطي الطلاب في الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أي مبلغ من المال حتى يدرس، ولكن مكافأة لمن يدخل في مدارس تحفيظ القرآن تعطي لكل طالب من الابتدائي إلى أن يتخرج مبلغ شهري مكافأة له وتشجيعا له أن يستمر في مدارس تحفيظ القرآن. تخيل يا صابر أن هذا في السعودية وانت عايش في خيالك المريض، في خيالك المتخلف. ومن أراد أن يعرف ماذا يدرس الطلاب، وأنا معلم، من أراد أن يعرف ماذا يدرس الطلاب في المدارس السعودية من الابتدائي إلى الجامعة، هناك موقع اسمه موقع عين. وأنا أنصح كل المغتربين من أي دولة من الدول الإسلامية، إذا أردت أن تعلم ابنك تعليم فعلا حقيقي وتعليم فعلا إسلامي وفعلا تعليم يكون قلبك مطمئن ويدك في موية باردة وانت تعلمه لطفلك، ادخل على موقع عين www.ain.com. ستجد المناهج السعودية بالكامل من روضة رياض الأطفال إلى أن يتخرج من الثانوية أو الجامعة. ستجد المناهج التي ندرسها نحن لطلابنا في السعودية، درسها لأبنائك ولا تخاف شيء. ستجد مواد يدرسها الطالب في الابتدائي في السعودية، هذا المتخلف اللي يعيش في خياله المريض، يدرس الطالب في السعودية بالابتدائي القرآن الكريم، بالابتدائي يحفظ جزء عامة، ويدرس الفقه والحديث والتفسير والتجويد، ويدرس فوق هذا كله التاريخ والعلوم والرياضيات. نصيحة لا أريد لها ثمن، إذا كنت من المغتربين في الخارج وتريد أن تعلم ابنك ما تطمئن عليه فيه، في موقع عين ستجد شروحات بالفيديو، معلمين يشرحون بالفيديو على السبورة كأن أمامهم طلاب. اعرضها على أبنائك، علم أبنائك المناهج السعودية واطمن وكن مطمئن عليهم. يا صابر في الابتدائي في ثاني
وفي ثالث ابتدائي يدرسون سورة النبأ وسورة النازعات وسورة عبسة. اللي مستعد أحلف إنك ما تقدر تقرأها كما يقرؤونها طلاب ثاني وثالث ابتدائي. يا متخلف. السعودية تحارب تحفيظ القرآن، السعودية تدفع للطالب تشجيعا أن يدخل بالواسطة من الزحمة على مدارس تحفيظ القرآن، تدري ولا لا؟ ولازم يجري مقابلة عشان يوافقون يقبلونه مدارس تحفيظ القرآن في السعودية. الأوائل على مستوى المملكة هم طلاب تحفيظ القرآن. يا متخلف. أعتذر منكم على النرفزة وأعتذر منكم على الإطالة، لكن استفزني بصراحة هذا المتخلف وهو يتكلم عن السعوديات وكأنه يتكلم عن بنات شوارع، ويتكلم عن أمراء السعودية وكأنه يتكلم عن ناس شغالين عند حضرته ولا حضرة والده، ما أبغى أغلط، ويتكلم عن السعوديين وكأنهم قطيع من الغنم، وكأنهم يقودهم مجرم من المجرمين. والله الذي لا إله إلا هو يا صابر، لو أنك في السعودية ما اضطريت أنك تبيع ذمتك بالشكل اللي احنا قاعدين نشوفه وبالرخص اللي هي معروضة فيه، لا أنت ولا أمثالك من اللي يسيرون على نهجك. شفاك الله وعافاك، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به، وأسأل الله العلي العظيم أن يرفع عنك وأن يشفيك وأن يهديك لنفسك. أما السعودية فهي في منأى عنك وعن أشكالك. إخواني، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الضمير العالمي؟ أين هو الضمير العالمي؟ إن القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم أيها الإخوة لتنقذوه من محنته ومما ابتلي به. فماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله؟ أيها الإخوة المسلمون، نريدها قومة ونهضة إسلامية لا تدخلها قومية ولا عنصرية ولا حزبية، إنما دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، في سبيل ديننا وعقيدتنا، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا. وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل الله. إخواني، أرجو أن تعذروني إذا ارتج علي، فإنني حينما أتذكر حرمنا الشريف ومقدساتنا تنتهك وتستباح وتمثل فيها المخازي والمعاصي والانحلال الخلقي، فإني أدعو الله مخلصا إذا لم يكتب لنا الجهاد وتخليص هذه المقدسات ألا يبقيني لحظة واحدة على الحياة. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رحمك الله.